اللي يقولون ثروة العراق بالنفط أنا أقولهم غلطانين، ثروة العراق بالبامية العراقية، لأن هاي أطيب مرقة بالعالم وما حد يسويها مثلنا. وللي ما يعرفني أنا الشيف علي ربيعة، صاحب سلسلة مطاعم بي إكس، ويوميا أنزل لكم مشروع جديد ووصفة جديدة. يلا خل أعلمكم شلون نسويها. أول شي نجيب زيت ونحط ثوم وننزل اللحم ونحمسه كل زين. لازم شوية تكثرون من الثوم لأن البامية تحب الثوم، واللحم تشوحوه كل زين وبعدين تعوفوه على نار هادئة بدون ماء. وسر البامية العراقية بالطماطة العراقية. كل كيلو لحم أنا أحط له كيلو ونص طماطة واعصرها بيدي كل زين. ورا ما تعصروها تجيبون مصفي وتصفوها، يبقى بس المي مالتها. بعد ما نحمس اللحم كل زين اضيف له المي الحار واغطي، ونجيب طاوه ونحط بيها زيت وننزل بيها الباميه. لازم تقلوها كل زين عن ما تنمرد عندكم. انا احب اضيف لها شويه معجون مو بس على مي الطماطه، ونقليها ويا الباميه. وراها اضيف الباميه المقلايه والمعجون على اللحم، واضيف وراها مي الطماطه، واقلبها تقليبه بسيطه عن ما تنمرد الباميه، واحطها على نار هادئه ساعه كامله. وتكمل الباميه. اذا ما نسوي وياها تمن ابيض نثري خبل، وانا اليوم استخدمت تمن الوليمه. راح اعلمكم طريقه للتمن ابد ما تغلط عندكم. اول ما يمص ميه التمن تنصون النار 10 دقائق، ورا تطفوه تعوفوه نص ساعه بدون ما تفتحون القبض. بس نبدي نسوي صينيه الاحلام مالتنا. نجيب الصينيه ونحط عليها خبز ونشربها بمي الباميه. ورا ما نشرب الخبز نجيب التمن النثري مالتنا ونحطه بالنص. وهذا التمن صار عبالك ريش كلش خفيف. نخلي فوق التمن اللحم مالتنا العراقي نصفط بهاي الطريقة. بعدين نجيب البامية وننثرها على الأطراف ويصير بهذا الشكل يخبط. وهسه قولوا لي من يحب البامية وكم مرة تاكلوها بالأسبوع. لا تنسون الرزق لا علي ولا عليكم، الرزق على الله.